السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. خبر جديد معانا اليوم. الكاف تصدم الأندية الجزائرية، لماذا؟ هنعرف مع بعض، لكن لا تنسوا الاشتراك ولايك وشير وبرتاج للفيديو. منتظرين تعليقاتكم على الخبر ده. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف عن ترتيب أفضل 10 فرق إفريقية خلال الموسم الكروي الحالي، وحملت القائمة مفاجأة غير متوقعة بغياب الفرق الجزائرية عن ترتيب أفضل 10 أندية إفريقية، وغاب فريق شباب بلوزداد عن قائمة أفضل الفرق الإفريقية العشرة رغم مشاركته المنتظمة في منافسة دوري أبطال إفريقيا خلال السنوات الماضية، وبلوغه الدور ربع نهائي المسابقة هذا الموسم. ولم يرد اسم فريق شباب القبائل كذلك رغم تأهله إلى الدور ربع نهائي أغلى المنافسات الإفريقية على مستوى النوادي، وهو الحال ذاته بالنسبة لاتحاد العاصمة الذي سينشط نهائي كأس الكاف. وتربع الأهلي المصري على صدارة ترتيب أفضل الفرق الإفريقية بعد نتائجه الأخيرة في دوري الأبطال ووصوله للمباراة النهائية للمرة 16 في تاريخه. وفيما جاء فريق الوداد المغربي في المركز الثاني، وهو الطرف الثاني أمام المارد الأحمر في النهائي القاري. وشهدت القائمة خروج الزمالك من قائمة العشرة وسط غيابه عن التواجد في الأدوار الإقصائية بدور الأبطال في السنوات الأخيرة. ده كان خبرنا اليوم. منتظرين تعليقاتكم، حابين نعرف هل دي مؤامرة جديدة من الكاف ضد الأندية الجزائرية أم لا؟ ولا تنسوا الاشتراك واللايك والشير والبرتاج للفيديو.